شبك معاكي بالطريقة التانية. وفي ناس بتحب تشبك المربعات بلون مخالف خالص باللي انتي شغالة بيه عشان تبروز الشكل. تمام، اعملي اللي انتي عايزاه، ابدعي. انا هشبك باللون اسود بس هرجع اشيله، بس هوريكي المنظر بيكون ازاي، لاني عايزاه كله لون واحد، مش عايزاه داخل فيه الوان تاني، يعني عايزاه زي كده متشبك عادي خالص. باخد حرف القطعة او الوحدة بتاعتي والحرف الناحية التانية كده. هخرج الفتلة بتاعتي تمام من هنا ومن هنا. اوكي كده تمام. طيب وبعدين خدت سلسلة، وبعدين بفضل بقى ادخل في جزء من هنا وجزء من هنا. حاولي الجزء ده ما يكونش تخين زي ما انا عاملة كده، لأ، هحاول ادخل في حرف واحد يعني في لوب واحد عشان ما يبقاش الشغل مكلكع كده، والناحية التانية كده. وبخرج اللفة على الإبرة وبخرج من هنا ومن هنا. تمام اهو كده. تاني اظبط كده وابدأ ادخل في لوب ولوب واخرج لفة على الإبرة واخرج من هنا ومن هنا كده. بصي بيدي تشبيك وفي نفس الوقت هيدي منظر لذيذ قوي. هستمر بقى مرة كمان اهو. تمام، وهبدأ بتبقى لفة على الإبرة وبخرج من هنا ومن هنا كده، فبيديني في الآخر بيبقى خط كده باللون المخالف أو أي لون انت عايزاه. طيب احنا كده عملنا التشبيك بطريقتين اهو. الطريقة المناسبة ليكي ممكن تعملي مش بالاسود، تعملي بنفس لون الشغل بتاعك عادي. تمام. طيب مش عايزة تخرج، ثواني اهو. اوكي طيب انا كده خلصت معاكي التشبيك وطرق التشبيك بأي طريقة انت عايزاها، سواء بالخياطة بالإبرة العادية أو بالطريقة اللي احنا عملناها دلوقتي اهي. اهي بتديكي في الآخر خط كده. تمام، شوفي الطريقة المناسبة ليكي وابدأي شبكي الشغل بتاعك. تمام اهو. انا بقى هعمل ايه دلوقتي؟ هسيبك واعمل ايه؟ انا المفروض عندي الظهر بتاع الجاكيت 3 6 9، فانا هخيط ال9 دول اللي هم بتوع الظهر ونرجع عشان نشوف هنعمل ايه. تمام كده انا شبكت الظهر تمام، اللي هم ال9 بتوعي اهم. تمام، فانا كده شبكت الظهر مع بعضه اهو. تمام كمان شبكت ال3 اللي على اليمين وال3 اللي على الشمال، هما اهم. وكمان اهو. تمام، يبقى انا عملت الظهر وعملت ده وده اهو. تمام، طريقة تانية اهو. اهو حاولت اوضح الشكل اهو. تمام. طيب هعمل ايه بقى؟ هبدأ اوصل تمام الجزء ده والجزء ده. تمام كده، يعني انا هوصل اليمين والشمال بنفس الطريقة
تمام اللي انا بدأت بيها. انا بخيط تمام. يعني خيطت كل الوحدات بتاعتي في بعضها. طيب كنت عايزة برضو اقولك ازاي تعمليه بلوفر، ازاي تعملي الجاكيت ده بنفس الوحدات بلوفر مقفول. هقولك حالا بعد ما اخيط الجزء ده تمام بطريقة برضو سهلة جدا جدا جدا. تمام. احنا عشان عاملينه جاكيت طبعا فمقسمينه كذا ناحية، يمين وشمال وظهر، لكن في البلوفر المقفول الدنيا هتكون ابسط من كده بكتير. انا كده شبكت الناحية دي، المفروض اشبك الناحية دي زيها. انا هشبك الناحية التانية وارجع لك وبعدين نتكلم على البلوفر. كده انا شبكت الناحيتين تمام اهو. طيب انا دلوقتي كنت بتكلم على البلوفر، ازاي اعمله بلوفر مقفول ولا اي حاجة. المفروض البلوفر المقفول هيكون ازاي بقى، هقولك حالا. هجيبلك بس جايبه وحدات اهو عشان اوريكي المفروض بلوفر هيكون ازاي. انا دلوقتي عاملاه جاكيت تمام، فركبت من هنا 3 ومن هنا 3. لا لو انت عاملاه بلوفر الموضوع هيكون ازاي، هيكون هتركبي من هنا 1 ومن هنا 1 تمام كده، وتسيبي فراغ من هنا وتركبي كمالة عددت، مش هقول 6، جزء مقفول كده. فهيبقى دي فتحة الأكتاف اهي والرقبة تمام. يعني بدل الجزئين دول لا هيبقى جزء مقفول تاني كده. فلما تخيطي هتسيبي فتحة الجيرو كده وتقفلي كده، والناحية التانية كده وتقفلي من الناحية دي، وهيبقى في فتحة الرقبة، وتعملي الكمام زي ما هنعملها مع بعض. اوكي نرجع تاني للجاكيت بتاعنا. انا كده خلصت الجزئية اللي هي الخلف كامل والجزئين دول. انا فاضل لي كده الاكمام تمام، وهو مفتوح زي ما هو كده اهو. من هنا دي تعتبر خياطة الكتف. انا عملت كم اللي هو قيمته 6 مربعات تمام. فاهو ده او ده اوكي اهو. فمن المفروض من هنا ببدأ اشبك كده، او العكس بقى عشان يبقى ايه اختلاف الالوان كده. فانا هخيط برضو، هخيط من هنا لهنا، هشبك بالابره بتاعتي من هنا اهو. انا كده بعمل ايه معاكي، بعمل الكم تمام. هشبك من هنا لحد هنا وارجع لك كده. انا خلصت خياطة الكم من اول هنا لحد هنا. هقص الفتلة بتاعتي وهيكون الشكل كده تمام. كل اللي انا هعمله ايه بقى، هوصل او هخيط من اول هنا وامشي كده، يعني هخيط الجزء ده كله كده تمام اهو، وارجع لك برضو بنفس الطريقة تمام. كده انا خيطت جزء الكم كامل بالجنب، فبقى الجاكيت عندي اهو مقفول واهو الكم بتاعي تمام. طيب ليا ملحوظة مهمة جدا جدا جدا. افرضي ان انت حسيتي فتحة الجيرو للسن اللي انت عاملاه او ليكي انت شخصيا ضيقة، يعني نزولها من هنا ضيق، هتعملي ايه؟ العدد اللي هتعمليه للكم اللي هو ده هتكبري فيه الوحدة بتاعتك. يعني بدل ما الوحدات كلها قد بعضها في الجاكيت كله، هتكبريها في الجزء ده، وهيبقى
لو انا كبرتها في الكم يبقى كل عدد الكم بتاعي حجمه كبير، هتكون نزولها بقى بعد ما هتكبريها هتحسيها نزلت شوية لهنا. برضو التقفيل هيكون زي ما هو، هتخيطي من تحت وتاخدي الجنب بتاع الجاكيت، ما فيهاش اي مشكلة، عشان برضو ما يوقفش معاكي اي حاجة وانتي شغالة. حلو. طيب انا كده خلصت الجاكيت بتاعي كامل. عايزة اعمل الاحرف بتاعه الكم والاحرف بتاعه الرقبه في الداير كده بالديل كمان. يعني انا عايزه امشي في الديل داير، تمام، ابدا كده وامشي كده بالرقبه كامل. فانا في الكم هعمل حركه واحده. ايه هي الحركه دي؟ انا حاسه ان الكم من هنا واسع على المولود او واسع عليا انا، فهعمل ايه؟ اول حاجه هبدا، بس ده يتعمل في الكم بس مش في بقيه اجزاء الجاكيت. هبدا اعمل تناقص في جزء الكم، تمام، سواء عملتيه عمود بلفه، احنا عايزين نعمله بليسيه فاحنا هنعمله عمود بلفه، اوكي، او عملتيه حشو، بس انا مش بفضل الحشو في البليسيه. طيب 3 4 عمود بلفه، 5 عمود بلفه، تمام، وابدا اعمل تناقص، اخد عمود بلفه غير مكتمل جنبه عمود بلفه غير مكتمل، واخرج التلاتة كده، سوري الاتنين من على الابره كده. يبقى انا هنا عملت تناقص، يبقى انا كده عملت تناقص في عمودين. هرجع اشتغل 1، هرجع اشتغل 5 تاني، 2 3 4 5، وبعدين عمود بلفة غير مكتمل، عمود بلفة غير مكتمل، واخرج الاتنين كده من على الابرة، تمام. ده نفس شغل الديل او نفس شغل الحرف ده، بس ده مش هعمل فيه طبعا تناقص، ده هسيبه زي ما هو 1 2. طب انا هكمل لحد ما اخلص السطر للاخر. انا كده خلصت السطر بتاعي لحد الاخر، وهقفل هنا بمنزلقة كده، تمام. هتحسي ان الكم بعد ما كان واسع ضاق، ولسه كمان لما نعمل بقية الشغل. هعمل ايه بقى؟ البليسيه بتاعي ارتفع 2 سلسلة وابدأ اشتغل عمود امام، عمود من الخلف، عمود امام، عمود من الخلف. طبعا هاخد دول الاتنين مع بعض خلاص، عمود امام، عمود من الخلف، وهكذا لحد نهاية السطر. هرجع لك كده. انا خلصت السطر تمام، وهقفل في اول عمود انا اشتغلته اهو، تمام، هنا بمنزلقة كده. التناقص، وهرتفع 2 سلسلة. التناقص 5 عمود بلفة وبعديها تناقص، ده للكبير ولصغير على فكرة. السطر الثالث في البليسيه همشي بنفس الطريقة، يعني العمود الأمامي أهو هشتغله أمامي زي ما هو، تمام كده، والخلفي برضو هشتغله من ورا خلفي. يعني الشغل هيمشي بنفس النمط، ما فيهوش أي زيادة أو نقصان. واعملي البليسيه زي ما انت عايزة، أعرض أقل، هو ده شكل البليسيه، تمام.
هكمل اهو شكله كده، هكمل السطر التالت هيبان اكتر، يعني هيبقى عريض. اوكي طيب، فاضل لي كده الجزء الاخير اللي هو هعمل ايه بقى؟ هعمل نفس اللي انا عملته في الداير كله كده. يعني من المفروض انا همشي في الحرف بتاع، هبدأ من هنا وهمشي في حرف الجاكيت كامل بعد ما اكون قفلت كده، يعني همشي من كده وهطلع كده عمود بلفة، كل اللي انا بقوله لحد ما اوصل هنا. بعد العمود بلفة هعمل البليسيه، طبعا العمود بلفة عادي بدون اي تناقص، هشتغله عادي في الداير كله، وهعمل 3 اسطر البليسيه اللي انا عملتهم معاكي، وكده يكون الجاكيت خلص معانا. اعمليه باي مقاس، يا رب يكون يعني الموضوع سهل وبسيط وتنفذوه. شكرا ليكم، اشوفكم الفيديو الجاي.